انت بقى ست وبنوته وكلنا عندنا المايند سيت بتاع ان هو انا ليه اروح لمهندسه ست؟ يعني احنا كمان كستات عندنا جزء من التنمر. انا ليه اروح لواحده ست؟ صح. اكيد هي مش هتبقى شاطره ومش هتبقى يعني بروفيشنال زي ما يكون مهندس راجل، وبالذات ان انت ست وهتتعاملي مع صنايعيه وتدي اوامر لصنايعيه. اكيد انت قابلتي المشكله دي. بصي بصراحة أنا كتجربة شخصية قابلت المشكلة دي، يعني من الفترة اللي فاتت دي كنت إن أنا مضطهدة بسبب إن أنا أول حاجة كسن، تاني حاجة إن أنا مهندسة وإزاي أقدر أسيطر على الصنايعية، إزاي يبقى أنا ليا كلمة. إحنا عندنا في عقدة في السوق عامة، أنا راجل وإنتي ست، فأنت إزاي تقارني نفسك بيا أو تنزلي تقفي إنتي مع الصنايعي، لا وهو يخاف منك كمان ويبدأ إن هو يشتغل يخاف على منك، نفسه بالظبط. فبالتالي هو بيبقى شايفني لا انت ازاي. وكمان في مشكلة اكبر للبنت ان هي لو سنها صغير، ده كمان بيعمل عقدة للراجل في سوق العمل، ان هي يعني انت كمان مهندسة وصغيرة في السن، لا. فبالنسبة قابلتي لهم ده كتير؟ انا قابلت ده كتير معايا، انا شخصيا قابلت بالذات عقدة السن، او ان انا سني صغير، فازاي سنك صغير وانتي نازلة السوق كده وبتكتسحي المجال عادي.